النهاردة هنتكلم عن فنانة من أجمل الفنانات المصرية، أحبها جميع الشعب العربي لبساطتها ولرقتها ولاحترامها لفنها. الفنانة الجميلة عبلة كامل، اسمها بالكامل عبلة كامل محمد عفيفي. تاريخ ميلادها 17 سبتمبر 1960. عمرها الآن 62 عام. أولادها بنتين، زينب وفاطمة. اتولدت عبلة كامل في مركز إيتاي البارود محافظة البحيرة. اتخرجت من كلية آداب سنة 1984 قسم مكتبات. بدأت حياتها الفنية في مسرح الطليع، وكان أهم أعمالها دورها في مسرحية مع الفنان الكبير محمد صبحي، مسرحية وجهة نظر. اتجوزت الفنانة عبلة كامل مرتين، مرة من الفنان أحمد كمال أبو بناتها فاطمة وزينب، والمرة الأخرى اتجوزت من الفنان الكبير محمود الجندي. لكن جوازهم ما استمرش أكتر من عامين، ويمكن أقل كمان. أما عن الصورة اللي ظهرت فيها الفنانة الكبيرة عبلة كامل، وادعى البعض إن الفنانة تجلس على موائد الرحمن. طبعا دي إشاعة، والصورة اللي التقطت في مسلسل سلسال الدم أثناء الإفطار الجماعي بالمسلسل. والفنانة والحمد لله تتمتع بصحة جيدة ولا تعاني من أي أمراض، مثلما أثير حول الفنانة العامين الماضيين. وكان الفنان الكبير زوجها أحمد كمال أكد إن هي بخير وبصحة جيدة. أما عن سبب اختفائها فجأة وبدون مقدمات، فبيقول مجدي صابر مؤلف سلسلة دم إنه فجأة وبدون مقدمات، رغم إنه على علاقة جيدة جدا بالفنانة الكبيرة عبلة كامل، إلا إنه استطاع فجأة عدم الوصول إليها، فهي غيرت جميع أرقامها وأصبح الوصول إليها مستحيل. وأكد الفنان والمخرج الكبير مصطفى الشال إن الفنانة عبلة كامل لا تحب حياة الصخب، وإنها رغم اختفائها يمكن إنها بتبحث عن أعمال تعود بها للفن متألقة زي ما عودتنا. فهي دائما مبدعة في جميع أعمالها، كل أعمالها الفنية مبهرة. مين فينا يقدر ينسى دورها في لن أعيش في جلباب أبي أو سلسلة دم؟ بصراحة أحلى دور فاطمة كشري وسلسلة دم من أهم المسلسلات. الشهد والدموع، المال والبنون، امرأة من زمن الحب، العندليب، هوانم جاردن سيتي، لن أعيش في جلباب أبي، ضمير أبلة حكمت مع الفنانة الكبيرة فاتن حمامة. أما عن أهم أفلامها، يوم حلو ويوم مر، سيداتي آنساتي، سواق الهانم،
هستيريا، عرق البلح، الليمبي، كلم ماما، بلطية العايمة. قد ايه الفنانة دي جميلة في كل أعمالها، سواء مسلسل سواء فيلم. برامجها اللي قدمتها قليلة جدا، نادر لما كانت بتظهر في وسائل الإعلام. مظهرها كله يوحي ببراءة، ملامحها كلها جميلة. على فكرة هي بتحب تظهر بدون مكياج على طول. يا رب يعيدها لنا تاني وتمتعنا بكل أعمالها. فنانة جميلة، ربنا يشفيها. هي بتعاني من شوية آلام في العمود الفقري، يا رب يشفيها. وهسيبكم مع بعض صور لأعمالها عشان دايما تفتكروها.